الزمالك بيخسر من نادي انبي وبيرجع المنافسة للدوري تاني. هينافس بقى مين بقى؟ ينافس الزمالك وبيراميدز والاهلي على اللقب الدوري، وكل ده الزمالك هو اللي عمله في نفسه. الزمالك لو كان كسب كان هيفرق ما بينه وبين بيراميدز 3 نقاط، وما بينه وما بين النادي الاهلي 6 نقاط في حالة لو كسب، بس هو ما كسبش للاسف وبيخسر من نادي انبي وبيرجع الامل للنادي الاهلي. وانا ملاحظ يا رجاله اللي لعيبه النادي الزمالك كانش ولا هاممها امبارح الماتش ولا اي حاجه، العناصر الصغيره بس. يعني محمد السيد سبب في ركله جزاء، محمد اسماعيل كان المفروض اصلا يطرد بس ما اتطردش، واحمد ربيع. يعني هم دول يعني عامل مشترك اللي هم نادي الزمالك يخسر المباراه. وهم كانوا يعني من في اول بدء الدوري كانش بيلعبوا على الدوري ولا اي حاجه، بس لما كسبوا بقى ال8 مباريات على التوالي فقالوا بقى ايه، اللعيبه الصغيره اتحطت تحت ضغط فبانوا على حقيقتهم. ويكون كده انتهى الفيديو بتاعنا، متنسوش تحطوا لايك واشتراك وسلام.